السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد موسى من قناة مستر تك. أهلا بكم. الحماية الكاملة للواي فاي. كلنا بنعاني من سرقة الواي فاي واللي بيكون سبب رئيسي في انتهاء الباقة قبل ميعادها. فالنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حماية كاملة للواي فاي، حتى لو عرف اسم الشبكة والباسورد بتاعها برضه مش هيقدر يتصل بيها. خليكم معانا ومستر تك. في البداية لو بتتابعنا لأول مرة ما تنساش تضغط سبسكرايب وتشترك في القناة، وما تنساش اللايك الجميل وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. الراوتر اللي معانا النهارده هو راوتر ويل فايبر الجديد. موديل الراوتر HG 8145، وده شكل الراوتر بتاعنا. وهو ده شكل الراوتر بتاعنا، راوتر HG 8145 الفايبر الجديد. يلا بينا نبتدي الاعدادات. اهلا بكم مره تانية. انا هنا كده متصل على الراوتر عن طريق الواي فاي، بحيث ان حضرتك برضو تقدر تعمل اعدادات عن طريق الموبايل. هنفتح بقى المتصفح بتاعنا وهنكتب هنا اي بي الراوتر اللي هو 192.168.100.1. طبعا كلنا عارفين ان اي راوتر من شركة وي بنكتب الاي بي 192.168.1.1، لكن بالنسبة للراوتر الفايبر فالاي بي بتاعه مختلف، 192.168.100.1. هيطلب مني طبعا اليوزر نيم والباسورد. اليوزر نيم بنكتب كلمة ادمن، ده طبعا اليوزر نيم والباسورد بتوع صفحة الراوتر. بالنسبة بقى للباسورد هو باسورد الواي فاي اللي مكتوب على ظهر الراوتر، بس الحروف بتاعته كابيتال. بنكتب اليوزر نيم والباسورد ونضغط على لوج ان. بتفتح بقى معايا صفحة الراوتر بالشكل ده. بتيجي هنا على ادفانسد وبعد كده على ويلان. هنا هتغير الاسم والباسورد. اسم الشبكة تكتب الاسم اللي انت عايزه، وليكن اهوت مستر تك 2.4 مثلا. دي كده شبكة 2.4، فأنا سميتها مستر تك 2.4. نيجي هنا على الباسورد. الباسورد لو ضغطت هنا كده انت كده بتظهر الباسورد، لو ضغطت تاني بيرجع يختفي مرة تانية. تظهر الباسورد بحيث يبقى ظاهر قدامك وتكتب الباسورد بتاعك. الباسورد لازم يكون أرقام وحروف كابيتال وحروف سمول وعلامات، نجمة، شباك، أي علامة أنت عايزها. بنغير في الاسم والباسورد ونضغط على ابلاي. خلي بالك قبل ما تغير، لو انت متصل بال2.4، بمجرد انك هتضغط على ابلاي هتفقد الاتصال بالواي فاي وهتدخل مرة تانية. هنضغط على ابلاي. طبعا انا ما فقدتش الاتصال لان انا متصل على ال5 جيجا هرتز. هنعمل اللي عملناه في ال2.4 في ال5 جيجا هرتز. نضغط على 5G Basic Network ونغير برضو الاسم، وليكن ممكن نخلي ديت 5G. ننزل على الباسورد، هنكتب الباسورد بتاعنا ارقام، حروف كابيتال، حروف سمول.
طبعا مش لازم تكتب الباسورد اللي انا بكتبه، ممكن تكتب الباسورد اللي انت عايزه طبعا، الاسم والباسورد اللي انت عايزه، تضغط على ابلاي. طبعا انا هنا فقدت الواي فاي، اقوم ضاغط، هيظهر لي هنا الشبكه بتاعتي وليكن ال 5 جي اهي، واضغط على كونكت. كده انا اخترت الاسم الجديد، هكتب بقى الباسورد الجديد واتصل عادي بالشبكه. دي كده اول حمايه، ان انا اغير الاسم والباسورد واكتب باسورد قوي محدش يعرف يخترقه. باسورد قوي يعني ارقام، حروف، علامات، والحروف تكون كابيتال وسمول. نيجي بقى لأهم حاجة في الحماية، واللي مهما عرفت الباسورد برضه مش هتقدر تدخل على الشبكة. طالما انت غريب عن الشبكة مش هتقدر تدخل عليها حتى ولو عارف الاسم والباسورد بتاع الشبكة. طب ايه هي الحماية ديت؟ هنيجي بقى هنا على السكيورتي، اهي السكيورتي اهي فوق، وعندنا هنا بقى حاجة اسمها ماك فلترنج. ماك فلترنج لو ضغطنا هنا على نيو بيطلب مني حاجتين، الاسم والسورس ماك ادرس. طيب هنا بلاك ليست، لو ضغطت كده هتختار وايت ليست. طب ايه الحاجات دي يا جماعه؟ اولا كده جايب لي فوق enable ماك فلتر، دي هتعلم عليها علامه صح. هنا هتختار ما بين البلاك ليست والوايت ليست. طيب ايه الفرق بقى ما بين البلاك ليست والوايت ليست؟ اولا كلمه enable ماك فلتر يعني هتفعل خاصية الماك فلتر، واللي بتخليك تضيف الماك بتاع الجهاز. كل جهاز واي فاي سواء واي فاي او سلك له ماك ادرس، تقدر تضيفه على الراوتر وما يدخلش غير الجهاز ده. طيب هنا في حاجتين، بلاك ليست ووايت ليست. وايت ليست يعني ادخل الاجهزة المسموح بيها، يعني الاجهزة اللي انا هضيفها في الليستة دي هنا هي ديت اللي هتخش الليسته ديت، انا هضيف فيها مجموعه اجهزه ديت اللي هتخش على الواي فاي. طيب انا لو اخترت بلاك ليست يبقى معنى كده اي جهاز هضيفه هنا مش هيخش على الواي فاي، يعني انا كده هحدد الاجهزه اللي هتدخل والاجهزه اللي مش هتدخل. احدد الاجهزه اللي هتدخل على الواي فاي يبقى اختار وايت ليست، عايز احدد الاجهزه اللي ما تدخلش على الواي فاي يبقى هختار البلاك ليست. طيب احنا عندنا هنا كده بقى ماك فلترنج وعندنا واي فاي ماك فلترنج. خد بالك ديت غير الراوترات اللي قبل كده. ماك فلترنج يعني هتضيف الأجهزة اللي عن طريق السلك، لكن واي فاي ماك فلترنج ديت الأجهزة اللي على طريق الواي فاي، وديت اللي تهمنا أكتر، لأن الأجهزة اللي عن طريق السلك كل اللي أنت هتعمله إن أنت مش عايز الجهاز ده هتشيل السلك بتاعه خلاص انتهت. لكن الأجهزة اللي على الواي فاي بمجرد ان هو بيعرف الباسورد بيدخل وبيعمل كونكت وبيبقى شغال معاك، وطبعا بيسحب من الباقة بتاعتك والباقة تخلص قبل ميعادها. بنيجي هنا بقى بنعلم على enable mac filter وهنختار هنا الوايت ليست وهنضيف الأجهزة بتاعتنا. قبل ما حضرتك تعمل خطوة زي ديت لازم تضيف جهازك، يعني قبل ما تفعل الماك فلتر وقبل ما تفعل الوايت ليست هتعمل نيو. هنيجي هنا بقى على الماك ادرس. ازاي تجيب الماك ادرس؟ تفتح لو انت موبايل تضغط على علامة الواي فاي وبعد كده متقدم بيجي لك بيانات الواي فاي، ممكن تضغط على الاعدادات وبعد كده حول الجهاز هتلاقي ظهر قدامك الماك ادرس. طيب في الكمبيوتر نضغط بقى على علامة الواي فاي كده، بنيجي هنا على اوبن نتورك. هي في طريقتين يا جماعة، ممكن اول طريقة اللي هي enable network وبعد كده تيجي على wireless network وبعد كده details. الطريقة التانية تفتح الواي فاي على علامة الواي فاي نفسها، كليك يمين وستيتوس
دي اسهل طريقة. تمام. بتفتح على طول معاك ديت، بس بتفتح كده، تفتح الاول دي وبعد كده بتختار ديتيلز. تمام. ده الماك ادريس، هو اسمه هنا في الكمبيوتر فيزيكال ادريس. هتلاقيه عندك في الموبايل اسمه ماك ادريس او اسمه ممكن تلاقيه ادريس. ايا كان انت هتعرفه، ايا كان اسمه سواء فيزيكال ادريس او ماك ادريس، فانت هتلاقيه عبارة عن 12 حرف ورقم ما بين كل اتنين شرطة او نقطتين فوق بعض. هتاخد ده بقى وتكتبه عندك. طيب احنا بقى عايزين نضيف دلوقتي اجهزة ونشغلها. اول جهاز لازم تضيفه هو الجهاز اللي انت شغال عليه. تضغط هنا على وايت ليست واوكي، وتضيف الجهاز من نيو. اوعى تعلم على enable دابيولان ماك فلتر الا لما تضيف جهازك. لازم تضيف الجهاز اللي انت شغال عليه الاول وبعد كده تعلم علامة الصح. طيب هنا بقى هو بيختار هنا على فكرة ما بين SSID 1 و SSID 5. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ 1 اللي هي الاتنين واربعة من عشرة، 5 اللي هي ال 5G. تمام. كده انا على 1 وهكتب الماك ادرس. هنا هتكتب اسم الجهاز، اي اسم، مش لازم الاسم اللي مكتوب في الجهاز. هنا هكتب الماك ادرس. الماك ادرس بتاعي مكتوب بالشكل ده. تمام. كده انا لو ضغطت اوكي مش قابله. طب ايه المشكلة؟ بيقول لي هنا لازم تخليها نقطتين فوق بعض. يبقى هنا الشرطة دي لازم تخليها نقطتين فوق بعض. حتى لو هي مكتوبة عندك، حتى لو هي مكتوبة عندك شرطة، لا هنعملها نقطتين فوق بعض بالشكل ده. ونضغط على ابلاي. كده هو قبل الماك ده. بعد كده هتعلم على enable. طب انا ممكن اضيف اي جهاز تاني؟ ممكن تضيف باقي الاجهزة بالشكل ده من قبل ما اتعلم على enable. كده انا ضفت جهازي. طيب تعالوا كده نضغط على enable ماك فلتر وبعد كده نضغط على apply. طبعا انت ممكن تضيف اكتر من جهاز، يعني ممكن لو عملت هنا new هيضيف لك جهاز تاني، تضغط نيو تاني وتضيف جهاز تالت جهاز رابع وهكذا. تمام. انا هنا طبعا بمجرد ما ضغطت على enable هو هنا خرجني بره الشبكة بالشكل ده. تمام. هاجي هنا بقى تاني اضغط على الاتنين واربعة من عشرة واضغط على كونكت. هكتب الباسورد بتاعي مرة تانية. اوكي. كده الجهاز ده اتصل بالشبكة. طيب الجهاز ده انا ضفته على الاتنين واربعة من عشرة وما ضفتوش على الخمسة جيجا هرتز. طيب ما تيجي كده نجرب الخمسة جيجا هرتز. اهي كونكت. ما بيتصلش. تمام. تعالوا نجرب مرة تانية. ما طلبش مني حتى الباسورد. طيب تعالوا نمسح الشبكة ديت خالص، شوف كده هي موجودة عندنا ولا لا. هي موجودة هنا بالفعل، هنمسحها ريموف وهندخل مرة تانية. ادي ال 5G كونكت. دلوقتي هو طلب مني الباسورد 1 2 3.
اوكي. طبعا حاليا مش هيتصل خالص بالواي فاي. ليه؟ لان انا ما ضفتش الجهاز ده على ال 5G. طيب خلينا بقى متصلين زي ما احنا بال2.4. ندخل بقى على الاعدادات، على السكيورتي مرة تانية، واي فاي ماك فلتر. لو اخترت هنا كده بقى ال5 جيجا هرتز وضغطت على ابلاي، كده الجهاز ده متضاف على ال 5G. تمام، هو كده طبعا فقط الاتصال. اتصل مرة تانية اهي 5G كونكت، اكتب الباسورد بتاعي، اوكي. كده اتصل. يبقى كده طول ما انا مختار الوايت ليست وكاتب الماك ادريس، مفيش اجهزه هتقدر تدخل غير الاجهزه اللي متضافه في الليسته بتاعتي او متضافه في الوايت ليست. اي جهاز مختلف. طيب في حاجه برضو عايز اقول لحضرتك عليها بالنسبه للماك ادريس. كتير من الناس ما بيعرفش يجيب الماك ادريس بتاعه، ما بيعرفش يجيب الماك ادريس بتاع الموبايل او بتاع الجهاز. طيب يعمل ايه؟ هل في طريقه سهله اقدر اجيب بيها الماك ادريس؟ هقول لحضرتك. هتيجي هنا على علامة البيت دي اللي هي الهوم، هتضغط عليها، هيجيب لك الصفحة الرئيسية بتاعتك. طبعا في الحالة ديت انت لازم تكون الاول متصل بالواي فاي. لو ضغطت هنا كده على علامة الموبايل، هيجيب لك جميع الأجهزة المتصلة بالواي فاي. تمام، هو هنا جاب لي الجهاز بتاعي، ده الجهاز المتصل بالواي فاي. انا لو علمت عليه كده اهو وضغط كليك يمين كوبي، كده انا خدته كوبي. كده انا اروح هناك واقوم كاتبه على طول، اقوم رايح هنا على طول بقى على السكيورتي ادفانسد، بعدين سكيورتي وايت ليست، الاول واي فاي ماك فلترنج وايت ليست، واقوم ضايف اهو كليك يمين باست بكل سهوله. يبقى ديت اسهل طريقه تجيب بيها الماك ادريس بتاعك. ولا هتدخل بقى على الواي فاي بتاعك، ولا هتدخل على الموبايل، ولا اي حاجه. الماك ادريس بكل سهوله هتقدر تجيبه عن طريق الهوم. مره تانية اهي هوم، تنزل تحت على الموبايل اللي هي واي فاي ديفايس، وانا طبعا كاتب لي واحد لان اللي متصل جهاز واحد، لو اتنين هيكتب اتنين. على فكرة دي برضو منها تقدر تجيب المتصلين، يعني تعرف المتصلين بجهازك، يعني تعرف اذا كان في حد غريب ولا لا. يعني مثلا لو انت عندك 5 اجهزة في البيت ولقيت هنا جهاز زيادة، يبقى تعرف ان كده في حد غريب داخل وسطكم. على طول فعل الماك فلتر واحمي الراوتر بتاعك من الاختراق ومن الاجهزة الغير مرغوب فيها، وحافظ على باقتك لاخر الشهر. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا لو عجب حضرتك الحلقة ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. وأي سؤال أو استفسار سيبوها لي في تعليقات أسفل الفيديو وبحاول أرد عليكم في أقرب وقت ممكن. وما تنسوش الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك والتيك توك، محمد موسى مستر تكنولوجي ومستر تك. وشكرا على حسن متابعتكم.